سحر النجوم وهمس الجداريات. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة احنا مش بس هنمشي في طريق من طرق التاريخ، لا احنا هنطلع رحلة في عمق السماء جوه معبد من أهم معابد حضارتنا المصرية القديمة، معبد حتحور أو معبد دندرة. دندرة مش مجرد طوب وحجارة مرصوصة ولا جدران اتنحتت من آلاف السنين. دندرة كان مرصد ومعبد ومحراب وكمان سينما كونية بتحكي حكاية الإنسان والكون والربط الخفي بينهم. دندرة موجود في محافظة قنا وتحديدا في مدينة دندرة على الضفة الغربية للنيل. دندرة هو الاسم العربي لبلدة مصرية قديمة اسمها تانت أو إنت نسبة إلى العصر الروماني واليوناني، وترجع أهمية دندرة إلى عبادة الآلهة حتحور ربة الحب والجمال والموسيقى، وهي زوجة الإله حورس إله معبد إدفو. معبد دندرة من المعابد القليلة اللي يعبد فيها ثالوثان، الأول ثالوث حتحور والتاني لأوزير، ويعتبر من أجمل المعابد المصرية، وهي آية في العمارة ومثال فريد في الفنون وكتاب شامل للفكر الديني للمصري القديم. من أشهر النقوش الموجودة داخل المعبد هو مصباح دندرة وزودياك دندرة. المعبد ما كانش معمول للعبادة فقط، ده معمول بدقة هندسية فلكية مش طبيعية، كأن اللي بنوه كانوا شايفين النجوم من جوه عقولهم. خليني أبدأ معاكم من السقف. سقف قدس الأقداس في المعبد كان مزين برسومات سماوية خرافية، الأبراج السماوية والكواكب وكمان مشاهد لحتحور وسط السماء. الرسومات دي ما كانتش مجرد فن، دي خريطة كونية. والكارثة إن السقف ده اتمرمط، اللوحات دي اتشالت من مكانها واتسربت لبره مصر، وتعالوا معايا أحكي لكم القصة كاملة. الحكاية بدأت في القرن ال18 وال19 وقت ما الحملة الفرنسية نزلت مصر بقيادة نابليون. الفرنسيين ما كانوش جايين بس الحرب واحتلال، كانوا جايبين معاهم علماء ورسامين ومهندسين كمان، كلهم كانوا بيحاولوا يفهموا حضارة محدش في أوروبا كان مصدق إنها موجودة بالشكل ده. وفي وسط الحملة دي بعض العلماء زي دومينيك فيفان رسام نابليون دخل معبد دندرة وبدأوا يرسموا كل تفصيلة فيه، النقوش والأعمدة والسقف وكمان علامات التآكل. المعبد كان معظمه متغطي بالرمال، بس وقتها قدروا يوصلوا لقاع المعبد، وكان سقف قدس الأقداس مبهر وملفت جدا لأنه شارح علم الفلك كليا. المشهد ما كانش عادي، ده كان خريطة للسماء محفورة بدقة عجيبة. الفرنسيين اتجننوا من الدقة وقرروا انهم مش هيرجعوا من غير ما ياخدوا معاهم القطعة الأثرية دي. طيب مين اللي سرق السقف وازاي؟ خليني اوضح لك اللي حصل بعد كل ده. كان اقرب لعملية نهب منظمة جدا. في اوائل القرن ال19 الفرنسيين بقيادة جان لوريت كان قنصل فرنسا في وقت الحملة الفرنسية، عملوا ترتيبات مع بعض البشوات والقيادات العثمانية في مصر، وبدأوا يشيلوا أجزاء من سقف المعبد دندرة، بالتحديد لوحة زودياك أو زودياك دندرة أو قبة السماء. استخدموا معدات وفكوا اللوحة الحجرية وحملوها على مركب في النيل، وراحت على فرنسا، وهي حاليا موجودة في متحف اللوفر بتتعرض كأنها كنز عالمي. وبرروا السرقة بأنهم بيحموا التراث من الإهمال، لكن الحقيقة إن دي كانت سرقة كاملة الأركان، سرقة سما مصرية محفورة في الحجر. إحنا مش هنقف لحد السقف، لو دخلت جوه المعبد هتشوف جدران بتحكي مشاهد مقدسة لحتحور وهي بتستقبل الملك أو بتمنحه القوة أو بتقوده في رحلة كونية. في كمان جداريات بتعرض أدوات طبية وبتشرح طقوس فلكية، وفي غرفة كاملة فيها جداريات شرح علم الفلك، فيها نقوش اتكلمنا عنها اسمها زودياك دندرة، ودي رسم الدايرة فلكية فيها 12 برج ومواقع الكواكب في وقت معين، في الغالب وقت بناء المعبد أو حدث سماوي كبير. وده يخلينا نسأل، هل الكهنة زمان كانوا فلكيين؟ هل كانوا بيحسبوا الأوقات بالنجوم؟ الإجابة غالبا ودندرة كان مرصد فلكي ومركز حساب للزمن والروح. خليني أقولك إن دندرة مكان مقدس وبيتعمل فيه طقوس روحية لحد النهاردة للتأمل والشفاء بالطاقة.
وفي ناس من كافة أنحاء العالم بييجوا مخصوص يعملوا طواف حوالين الأعمدة لاستشفاء روحهم، وده كان في اعتقادهم. وما ننساش إن ده معبد للآلهة حتحور، رمز الحب ونقاء القلب. استنوني في حلقة جاية نفتح فيها باب جديد من أبواب الحكاية، لأن مصر مش مجرد حضارة قديمة، مصر عظيمة جدا. هستنى دعمكم. سلام.